تعالي بقى هنعمل اسهل كسكسي في 3 دقايق بس، من غير حلة ولا غربال ولا مصفى ولا حاجة. هنعمله على عين البوتاجاز في 3 دقايق بس بالظبط. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. ما شاء الله، شايفين شكله جميل ازاي؟ معانا هنا بقى كوباية دقيق سميد، ويفضل يكون خشن طبعا. هنحط في الصينية معلقتين سمنة كبار وهنحطهم على البوتاجاز. لما السمنة هتسخن هننزل بكوباية السميد بتاعتنا. طبعا ده سميد سادة بدون اي مكونات خالص، يعني دي سميد سادة. تمام، هنحط بقى السميد على السمنة وهنحط حبة ملح صغيرين خالص ونشوحه كده. عايزين نشوحه من غير ما ياخد لون ولا يتحمر. في الوقت ده بقى هنجيب كوباية مية على النار نغليها، يعني هنكون غاليين كوباية من المية. ركزي كويس، كوباية مية مغلية هنغليها على النار في الخطوة اللي احنا بنشوح فيها السميد كده. تمام، دي شوية الملح اللي انا قلت لكم عليهم. هنحط بقى الكوباية واحدة واحدة، كوباية المية المغلية يعني على كوباية، كل كوباية سميد هتعمليها. طبعا انا عاملة كمية قليلة، يعني كنت لسه بجرب الطريقة الجديدة دي. زي ما عودتكم اي حاجة انا بشوفها بتعجبني بجربها بتطلع كويسة ناجحة بنزلها لكم علشان الكل يستفيد. هتنزلي واحدة واحدة بالمية وتقلبي شوية شوية وتقلبي، ما تزوديش عن كوباية عشان ما يعجنش معاكي. تمام، يبقى احنا كده على حسب كمية السميد اللي انت هتعمليها. حطيتي كوباية سميد يبقى عليها كوباية مية مغلية، وتحطيها بالتدريج وتقلبي لحد ما، يعني حتى لو حسيتي ان هو عجن منك شوية افضلي قلبي لحد ما تلاقيه اتبخر كده وفرول معاكي. طبعا الشتا داخل والكسكسي بيبقى من الحاجات الجميلة خالص في الشتا، من الحاجات اللي بتدفي. وكمان المدارس داخلة بقى، الأطفال ممكن يفطروا بيه الصبح وهم نازلين المدرسة باللبن، كسكسي باللبن كده تقدميه لطفلك الصبح قبل ما ينزل المدرسة. بجد ما تخيلتش ان هو سريع وسهل بالدرجة دي. طبعا اخر حاجة بقى هنحطه معلقة سمنة او معلقتين سمنة. طبعا المقادير دي على كوباية سميد. عايزة تزودي، طبعا هي كوباية السميد هتعملك طبق كبير حلو كده، طبق حلو كبير كده. عايزة بقى تزودي الكمية، لو عايزة اول مرة تجربي زي كده في كوباية سميد تمام. عايزة بقى تعملي طبقين 3 هتعملي بقى كوبايتين 3 كوبايات، حسب انت عايزة تعملي كام طبق. وطبعا اهم حاجة هتحطي هتعملي يعني الحوار ده في صينية واسعة. تمام، يعني وكل ما تزودي طبعا المقادير هتزودي حجم الصينية علشان تطلع معاكي مظبوطة وما يعجنش منك ويطلع زي القمر كده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، جربوها واكتبولي في التعليقات، وما تنسوش بقى تعملولي لايك وكومنت واشتراك في القناة. ولو اول مرة تشوفوني انا ايمان نصار. بصوا بجد تحفة خطير. طبعا بقى تحطي عليه سكر بودرة او مكسرات لو حابة، زبيب زي ما تحبي يعني، بس انا بحبه بالسكر بس كده بيبقى قمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.